اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. انا محمد حرفوش ودي قناة في الدولاب. خلاص طلعنا من سجن الشتاء والبني والاسود والمطر والبطاطين وحبسة البيت وكلكعة الهدوم، وخرجنا للصيف والبهجة والفسح والخروج والالوان والشورت والبحر. النهاردة هنعرض مع بعض افكار جديدة لترندات صيف 2023. باقي تقريبا 10 ايام على العيد، وبص مهما كان كاريزمتك وسنك، ذكرياتك ومشاعرك وقلبك لا يمكن يعدي العيد من غير لبس جديد. اول اوتفيت معانا بنطلون كارجو بيج مع جينز وتحته بيزك ابيض. طبعا البنطلون الكارجو او الباجي ترند السنة باكتساح، وهو فعلا موضة تستحق الانتشار ده. خلاص ملينا من الجينز العادي، ده بنطلون ملفت ومريح وبيليق على حاجات كتيرة جدا. اهم حاجة وانت بتلبس البنطلون ده ان الشوز يكون عالي شوية. انا اخترت كونفيرس عالي يليق على الطقم ده، وبرضه يفضل ان التوب يكون واسع شوية يعني بنفس فيت البنطلون. بصراحة أنا في الأول ما كنتش حابب النوع ده من البناطيل، بس لما جربته حبيته جدا وحسيت إن أنا فعلا لابس حاجة جديدة. حابب أسمع رأيك في اللوك ده بالذات، ويلا بينا نشوف تاني أوتفيت. اخترت الاوتفيت ده يكون اوفر سايز. الاوفر سايز عموما مريح جدا في الصيف وترند السنه دي، يعني مش ملزق عليك، مش لامس جسمك بشكل مباشر، فبيديك عمليه اكتر. الطقم ده عموما مش هيحيرك وانت نازل مش عارف تلبس ايه وعايز حاجه سريعه وعمليه في الصيف، فده مناسب جدا لحاجه زي كده. وطبعا الطقم ده محتاج شوز عالي شوية عشان يظبط البنطلون ويكون الشكل النهائي جميل ويديك الهدف الأساسي من اللبس، وهو الراحة والانبساط والثقة زيادة في نفسك. يلا بينا على تالت اوتفيت. طبعا الصيف ما ينفعش يكون من غير شورت وتيشيرت ابيض وكوتشي لطيف زي ده. الطقم ده بالتحديد عاجبني جدا، وده معبر مش محتاج اي حاجه خالص عن الصيف وجماله. ممكن دلوقتي نلبس نفس الشورت ده بطريقه مختلفه خالص، وده هيعبر برضه عن البحر. ده قميص زي ده بيربل هيليق جدا على الطقم ده، بس هنلبس عليه صندل زي كده H&M رائع ومناسب جدا للشورت ده. هنشوف طقم مع بعض.
وده اخر اوتفيت معانا، اخترت يكون الوانه نيوترال، بنطلون كارجو بني مع شميز اوف وايت مع نفس البيزك الابيض. حبيت الشوز يكون بلون كامل، وانا شايف بصراحة ان هو نطق الاوتفيت. وده كان الشكل النهائي للطقم، يا رب يكون عجبكم. ومن اهم الترندات في الصيف اللي يعتبر مش بتتغير وكل سنه زي ما هي تايمليس هي الكتان. الكتان مشهور جدا للصيف. دي مجموعه متنوعه من القمصان الكتان بكل درجاتها والبنطلونات الكتان، نشوفهم مع بعض واحده واحده. ده قميص زارا، ده مناسب جدا، هو بس عيب الكتان ان هو بيتكرمش شويه من اول لبسه، بس ده رائع جدا ومناسب خالص لاجواء الصيف اللي جاي ان شاء الله. في ده برضو اللون ده قوي جدا، زارا برضو، ده برضو مناسب جدا للجو ده، وده كتان ولكن تقيل شويه وبرضو مناسب للجو ما بين الصيف والشتاء، يعني كمان 10 ايام تقدر تلبس ده في الايام اللي جايه، وبرضو في الصيف بالليل يتلبس برضو. ودي مجموعه متنوعه من البنطلونات الكتان. ده اول بنطلون معانا، اللون ده الدرجه دي قويه جدا جدا وفي الصيف مناسبه خالص، وقصتها رائعه وعمليات لبس على كذا حاجه خالص تعرف تلبسها. ده ودي درجه برضو تانية برضو من الكتان، ده قصير شويه ومناسب جدا للصيف، وهو رائع رائع، مفيش اي وصف يقدر يوصف بنطلون زي كده بالدرجتين دول، غير ان هو ده بنطلون رائع ومناسب جدا للايام اللي جايه. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات الجديده حاجات قويه جدا، وهنستمتع مع بعض بالصيف 6 شهور، كل اسبوع حلقه وكل يومين ريلز على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. انتظرونا.